حكاية الإسفنج. ثقة في الوثيقة. بالنسبة للبيني غادي نحتاجو نص كيلو الدقيق. إسفنج الريح أو كما يسمى بالفرنسية البيني، وثقت وصفته في كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس الذي كتب في القرن الثاني عشر إبان الأمبراطورية الموحدية. وفي نفس الكتاب نجد وصفة أخرى للإسفنج الذي يستهلك بكثرة في المغرب خلال فصل الشتاء. أما في كتاب فضالة الخوان فنجد نوعا آخر من الإسفنج المحشو باللوز والفستق والعسل، وصفات تبرز غنى التراث المغربي منذ عصور. أما اليوم فسنكتشف وصفة إسفنج الريح مع الشاف موحى. بالنسبة للبيني غادي نحتاجو نص كيلو الدقيق، 2 معالق السكر، خنيشات لافاني، خنيشات الخميرة، شوية الملحة و400 مليلتر ديال الماء. نحطو الدقيق، نزيدو عليه المكونات كاملة ونخلطو العجينة ونحطوها تخمر شوية. والشاف ونعم شي براد تاعي عافاك هو اللي غنصاوب دابا خفن زربن. اتاي ما تتصاوب خفن زربن. انا ها البراد هذاك راه يدريني وانا غنصوب لك واحد البراد تاعي بالدخل. كويس تاتاي ناضي. العجينه خمرات، نسرحوها بالمدلك ونقطعوا لي بينيه بلون بورتو بياس ونعاودو نخليوهم يخمروا شويه. لي بينيه خمروا، نقليوهم في الزيت ما تكونش سخونه بزاف وندردرو شويه سنيده على البينيه. وكما في حريرة نادية. Bonjour ChatGPT. Bonjour chef Moha, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Comment on appelle le mélange de la farine et l'eau dans le harira? Le mélange d'eau et de farine qu'on utilise dans la harira s'appelle le tadouira. قولها لي بالدارجة. الخليط ديال الماء والدقيق اللي كنستعملوه في الحريرة كيتسمى التدويرة. والحريرة ديال من؟ الحريرة هي طبق مغربي أصيل. دوينا في الفيديو اللي فات على قصة بنو بطوطة مع الحريرة وقلنا أصلها مغربي قح. هذا سنين غير مدن دوري السين التاريخ بنو بطوطة طنجاوي بورو وعاش في أيام المارينيين واللي كانت عاصمتهم هي فاس. دابا غنصوبوا الحريرة. في كوكوت غادي نديروا نص زليفة ديال العدس، زليفة ديال الحمص، زليفة ديال البصلة مشلوضة، طريفات ديال اللحم، زليفه مطيشه مقطعه رقيقه، مطيشه ودارنا اخت اللي غيامات الموحدين، نص زليفه الكرفس. بلاتي واش في راسكم الحريره ولا ازكيف عندها سميه اخرى؟ وهاد السميه باقيه متداوله عند بعض العائلات في الرباط وسلا، تيقولوا الحريره بوفرتونا، وهذا الاسم اصله اسباني بوينا فورتونا. داكشي علاش كاين اللي تيقول الحريره اصلها اندلسي، وهذا الشيء ماشي صحيح. في الحقيقه أزكيف مشات من المغرب للأندلس وملي رجعت جات بسمية أخرى بوفرتونا واللي المعنى ديالها حظ سعيد. علاش هذا الاسم؟ حيت الحريرة فيها الحمص والعدس. الناس الأندلس في ذاك الوقت دابا في إسبانيا عندهم واحد المعتقد تيقولوا إلا كليتي الحمص والعدس تيكون عندك الزهر. إيوا نكملوا حريرتنا. معلقة صغيرة ديال السكنجبير، معلقة صغيرة ديال الخرقوم. الخرقوم ما كانش عندنا في ذاك الوقت، جبناه من الهند في القرن 13. داك الشيء علاش ما كانش في كتاب الطبيخ في المغرب والاندلس، وتلقاوه في كتاب آداب الحسبة ديال سقتي المالقي واللي تكتب في ايام المارينيين. معلقه كبيره ديال الزبده او السمن المذوب ماشي الحار. غادي نديروا حلقه خاصه باش نوجدوا السمن في الدار. نزيدوا الملحه والبزار، 2 لتر ديال الماء ونخليوها طيب 40 دقيقة. ملي تطيب ندوروها. كاين اللي تيدور الحريرة بالدقيق وكاين اللي تيدورها بالنشا، وممكن ندوروها
حتى بالخضره محكوكه بحال البطاطا القريعه بجوجهم فيهم النشا. ممكن تحكوا اي خضره اخرى على حساب ذوقكم. الا بغيتوا تدوروا الحريره بالدقيق ديروا زليفات الدقيق في نص سيترو ديال الماء بارد. عرفتوا علاش الماء بارد؟ باش ما يتكورش الدقيق. نزيدوا مركز طماطيشه والخليط الدقيق ونحركوا مزيان ونخليوها فوق عافيه مهيله 10 دقائق. من بعد نزيدوا زليفه ديال القزبور والمعدنوس وزليفه ديال الشعريه رقيقه ونزيدوها 10 دقائق اخرى ديال الطياب. في نهاية كل وصفة يقول الشاف موحى: جربوها فهي طيبة عجيبة.